بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلو حبايبي، شلونكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. اليوم راح أسوي لكم معروق أو كباب طاوة. طبعا هي أكلة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وبعدين تطلع لك كمية حلوة. ممكن تعمليها سندوتشات، ممكن تاكليها في الغداء، ممكن في أي ظرف يعني. فإن شاء الله أقول لكم عن المقادير. طبعا عندنا هنا أنا عندي 350 غرام لحم شوية بيدهن، مو هواية يعني. وعندي نعناع مثروم، وعندي بصل مثروم، وعندي معدنوس مثروم. المعدنوس هو البقدونس. وعندي طحين، وعندي بهارات فلفل أسود، كاري، كمون، أو كركم، وملح. طبعا هيك هي كل مكونات الأكلة. هسه نشوف شلون راح نسويها. طبعا هاي الأكلة هي عراقية، احنا نسميه كباب طاوة. طبعا أنا راح أحط على هاي الكمية كوب طحين. كوب هذا مالتنا مالت الشاي، ممكن نحتاج أكثر ممكن نحتاج أقل حسب أنتي ما تحبيها يعني. فإذا حبيت اللحمة تظهر بيها حطي شوية، وإذا حبيت اللحمة يعني تريدين تزيدين الكمية زيد الطحين، زيدي كمية الطحين. هسه أول شيء أسويه راح أعجن المكونات الأساسية، البصل واللحم والهاي. بعد ما أعجنهم أخلص راح أحط الطحين بالتدريج، شوية بشوية وأعجن، شوية بشوية وأعجن إلى أن ألاقي العجينة تماسكت معاي. إذا حطيتي كمية طحين كثيرة فراح هي تطلع حلوة، مو يعني أقولش ما تطلع حلوة، بس راح يكون اللحم ما يبين بيها مثل ما تحطين كمية صغيرة. فأنا هنا حطيت الكوب كله على الكمية هاي. صارت عندي العجينة هاي جاهزة بهذا الشكل. راح هاي العجينة أما أسويها أقراص أو أسويها طويلة، بس المقطع مني راح، ما أدري وين راح. وبعدين أحط زيت بالطاوة وراح أقليها بالزيت. شوفوا منظرها هاي إلى أن تصير تحمر واللحمة تستوي. طبعا أنتوا لو جربتوها تعملوها على طول، سهلة يعني ما تاخذ وقت منك. وبعدين ممكن تسويها أصابع أو تسويها مثل ما قلت لك أقراص، وتحطيها بالفريزر، وش وقت ما تحبين تحتاجين تطلعيها. يعني تردين طفل من أطفالك جوعان تردين تسوي له ساندويتش، تقدر تسوي له ساندويتش للمدرسة، تطلعيها من الفريزر على طول، تحطيها بالزيت وهي جامدة. لو وصلتوا لهاي المرحلة حطوا لنا لايك وعملوا لنا اشتراك وفعلوا الجرس، وربنا يوفقنا ويوفقكم ويوفق الجميع. طبعا لا ننسى ندعو أهالينا في غزة، ربنا يكرمهم وربنا يصبرهم وربنا يرحم شهدائهم وربنا يشفي جرحاهم إن شاء الله، وربنا يزيح عنهم الغمة والهم. هسه مثل ما انتم شايفين ابتدت تتحمر معانا. طبعا كل وحدة تتحمر أروح مطلعتها على ورق أو مناديل مطبخ حتى تشرب الزيت منها. وكل واحد يقلي حسب الكمية اللي هو عاوزها. أنا راح أقلي إلنا للعشاء نتعشى بيه. هنا بعد ما خلصت التقلى، طبعا أنا مجهزة شوية زلاطة على شوية طرشي جزر، طرشي مخللات يعني،
نومي حامض، مخللة أنا، ومخللة جزر، ومخللة قرنبيط. راح أطلع ويا الأكل فلفل الطرش الموجود عندك، وأهم شي ويا الأكل النعناع طبعا. لما تاكلين هذا الكباب بالنعناع يطلع طعمه كلش طيب. طبعا الخبز انتو تعرفون اني اخبز الخبز هذا بالبيت، شوفوا منظره يشهي. طبعا هاي راح يكون عشان هذا اليوم. ان شاء الله يعجبكم يا رب، واذا عجبكم ولايك واشتراك للقناة ولايك للفيديو، ولازم تستفادون من هذا الفيديو. شوية لحم راح نسوي كمية حلوة تكفينا، ممكن تنفعك سندوتشات للأولاد، ممكن تنفعك الأولاد لما يجوعون يأكلون، تقلي لهم شوية تطلعيها من الفريزر وتقليها وتعملي لهم سندوتشات. فهذا هو فيديونا لهذا اليوم. يا رب يعجبكم، وربنا يوفقنا ويوفقكم ويوفق الجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.